هلو هلو، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده القراءة بتاعتنا هتكون بيقول عليك ايه بينه وبين نفسه. يعني انت هتحط شخص في بالك، ايا كان الشخص ده هو مين. هو شخص انت منفصل عنه، شخص انت بتحبه حاليا، شخص انت في علاقة اعجاب بيه، معجب بيه. وعايز تعرف الشخص ده يا ترى بيقول عليك ايه بينه وبين نفسه او شايفك ازاي. القراءة دي هتكون باختيار الاحجار. اوكي. الحجر الاول هيكون حجر العقيق. ده حجر العقيق. اوكي. والحجر التاني هيكون حجر الأوبال. هو حجر حلو جدا، يعني هو بيدي ضوء كده أصفر بس هو مش باين قوي في الكاميرا. هو أبيض وبيدي لون أصفر. فغمض عينك. اوكي، وصل الطاقة للفيديو وفتح عينك واختار الحجر اللي نفسك تحس ان هي مرتاحة له. يلا بينا نشوف القراءة بتاعتنا النهاردة، واللي اختاروا حجر العقيق. يا ترى الشخص ده بيقول عليك ايه؟ ايا كان هو مين الشخص ده، بيقول عليك ايه يا ترى؟ تعالوا نشوف. الله. اه. بيقول عليك ان انت شخص واثق من نفسك جدا، وشخص كلامك من دماغك، متحكم في ذاتك. اوكي. شخص غامض ومش مفهوم ومش معروف ايه اللي بتشعر بيه. سواء انت بتحبه، سواء معجب بيه، سواء انت مش طايقه، ايا كان يعني. هو مش عارف حاجة. هو دايما بيعمل عليك علامة استفهام. هو مش فاهم انت بتشعر ايه تجاهه، او ممكن مثلا يكون هو ليه معزة خاصة عندك ولا لا. ولو شخص انت منفصل عنه، هو مش عارف اذا كنت انت عاوزه تاني في حياتك او بتفكر فيه ولا شفت حياتك. انت بالنسبة له الشخص الغامض اللي دايما عامل عليه علامة استفهام. تمام. ودايما بيشوفك في طاقة القوة، يعني انت شخص قوي وطاقتك قوية بالنسبة له على فكرة. وبيشوفك في طاقة الثبات. اوكي. وبيشوف حواليك ناس كتير معجبة بيك، او هو بيشوفك في شكل، او انت الشكل بتاعك، او انت شخص مثلا كاريزما، بحيث ان هو يتخيل له في دماغه او يحس في دماغه ان انت كل الناس بتبقى حواليك من الجنس الاخر ومعجبين بيك، سواء هو شاف او ما شافش. بيحس دايما ان انت فرصة لاي حد من الجنس الاخر، سواء انت رجل او امرأة. كمان بيشوفك ان انت شخص مغامر، وشخص يعني جذاب جدا، يعني حلو، ملامحك حلوة. ولو انتي انثى بيشوفك جميلة وفيكي مواصفات انوثة عالية. كمان بيشوفك ان انت شخص مضحي. احتمال يكون الشخص اللي انت حطيته في بالك دلوقتي ده شخص انت منفصل عنه. تمام. وشايف او عارف او حاسس او لامس ان انت ضحيت في العلاقة دي، واديت جهدك او في العلاقة دي، بس هو اللي كان السبب في الانفصال ده. يمكن يكون في ما بينكم على فكرة بلوك. الشخص اللي انت حطيت نيتك عليه النهاردة يمكن يكون في ما بينكم بلوك حاليا، ودايما بيفكر او بيقول يا ترى الشخص ده هيفك البلوك اللي ما بيني وما بينه، او يا ترى هنرجع تاني لبعض ولا لا. يا ترى هعرف اقرب من الشخص ده. على فكرة انا شايفة ان هو شايفك في طاقة قوية، وهو جنبك ضعيف. هو دايما شايفك في كده، او حاسس نفسه جنبك ضعيف. اوكي. ممكن جدا يكون هذا الشخص من برج الحوت، او انت من برج الحوت. تمام. او من طاقات نارية. طاقات نارية زي ايه؟ يعني زي برج الاسد، وزي برج القوس، وزي برج الحمل. ممكن يا انت يا هو تكونوا من الابراج دي او من الطاقات دي. تمام. اكتبوا لي انتوا من برج ايه. اوكي. طيب، تعالوا بينا نشوف مجموعة رقم 2، ونشوف يا ترى الشخص ده شايفك ازاي. الناس اللي اختارت حجر الأوبال. ترى الشخص ده شايفك ازاي يا مجموعة رقم 2، الناس اللي اختارت حجر الأوبال. ترى شايفك ازاي؟
واو. احتمال يكون مستواك المادي أكبر منه، تمام، أو أكتر منه، أو أنت مستواك الاجتماعي، عيلتك، شخصيتك أو مكانتك أعلى منه، سواء أنت رجل أو امرأة. هو دايما بيشوفك في طاقة القوة، طاقة التن اوف كاينز، يعني طاقة الثبات، طاقة الايمج، الشكل. انت شكلك حلو يعني، مش أقصد الملامح، أقصد انت باني لنفسك كيان، انت كيانك قوي، تمام. كمان بيشوفك انك شخص في طاقة الامبرور، يعني انت شخص عنيد جدا وشخص عصبي، شخص كلامه واحد ما عندوش اتنين، انت كلامك واحد، بتتعصب بسرعة، ما عندكش سهولة في التعامل، تمام. آه، لو انت رجل فهي بتشوفك ان انت في كشكل والدها، يعني في طاقة الأب، اوكي. ولو انتي امرأة فهو برضو بيشوفك في طاقة الأم. آم، ممكن نقول الشخص ده شايفك الشخص اللي ما ينفعش يكمل حياته من غيره، أو الشخص اللي كله هو نصفه الآخر، يعني سواء انت منفصل عنه، سواء انت معجب بيه، سواء انت دلوقتي في علاقة ارتباط، الشخص ده بيحبك ومش شايف حياته قادمة من غيرك، مع انك انت بالنسبة له يعني الشخص العنيد العصبي اللي رأيه واحد، اللي ما عندوش تساهل في أي حاجة، إلى إنه مش عارف أو مش شايف حياته الجاية أو القادمة من غيرك. بيشوف إن أنت شخص مثلا حصل مشكلة، حصل حاجة، خلاص المشكلة دي انت بتسيبها كده في المكان اللي هي حصلت فيه، وبتبتدي ان انت تبص على حياتك، يعني مش من الناس اللي بتبكي على اللبن المسكوب زي ما بيقولوا، لا، هو بيشوفك في طاقة قوة جامدة جدا. آه كمان بيشوف ان انت ما شاء الله، يعني ما شاء الله عندك معرفة وعلم قوية، ممكن تكون برضو مستواك العلمي اعلى منه، وبيشوف ان انت شخص ذكي جدا، وبيشوف ان انت شخص امين، يعني وفي، يعني مش ملاوع. ممكن يكون الشخص ده انفصلت عنه بسبب ان هو ملاوع مثلا، او ان هو كلامه كتير، او ان هو مراوغ، او ان هو كان بيعمل الغلط ويجيبه عليك انت، وهو بيقول عليك ان انت اللي عصبي، وان انت اللي بتقفش، وان انت اللي, اللي بتصمم على رأيك، ولكن ممكن تكون انت مش كده، هو احنا بنشوف طاقة هو شايفك ازاي، فاهمني؟ فهو شايفك في الطاقة دي، ممكن تكون انت مش كده اصلا، بس هو بيقول كده عليك عشان خاطر هو عمل لك حاجة في الماضي، في انفصال مثلا سابق ما بينك وما بينه، والانفصال ده كان بسببه هو انه هو شخص مثلا ملاوع، او شخص مش امين، خانك، خذلك، قالك كلام يضايقك، ما عملش اللي هو قالك عليه، او ما وفاش بوعوده، فكل ده فاهم اللي هو بيجيب العيب عليك انت، اللي فيه مثلا او اللي هو بيعمله بيجيبه عليك انت، او بيشيلك انت الليلة، يعني زي ما بيقولوا كده، تمام. بس هو شايف ان انت البارتنر الوحيد بتاعه، او انت الشخص اللي ما يقدرش انه يكمل حياته من غيره. بس فممكن يكون الشخص ده من برج، او انت من برج الحمل، واكتبوا لي برضو في الكومنتس تحت انت من برج ايه، او الشخص اللي احنا بنتكلم عليه بالشكل ده هو برج ايه، عشان برضو نفهم مع بعض الابراج اكتر والطاقات اكتر، ونفهم مع بعض الصفات، تمام. يعني لو مثلا ناس كتيرة قالت ان هو برج الحمل، فيبقى دي صفة مشتركة بقى، مثلا يعني مش بقول يعني لازم يكون برج الحمل. طيب، نورتوني وشرفتوني، يا ريت تعملوا متابعة للصفحة، واللي هيعمل شير للفيديو ده ان شاء الله ليه عندي سؤال مجاني، وكمان تعملوا لايك، واشوفكم الفيديو اللي جاي على خير. نورتوني وشرفتوني، باي باي.